بيبدأ مسلسلنا مع طفلة اسمها رام بتتضرب من طفلة تانية اسمها رودي، وكانت هتموتها لحد ما رام بتقع في المية. وبعد كده نلاقي رام كبرت وفي ناس كانت بتطاردها وكانت هتقع من البلكونة، بس في حد ظهر فجأة وبيحاول ينقذها، بس بيقعوا سوا وطبعا بياخدها على المستشفى. ولما بتصحى بتشكره جدا انه ساعدها، ونعرف ان اسمه نار. وهي بتكون مستعجلة جدا وبتمشي، ونار يفتكر ان انسيالها معاه ولسه هيروح وراها، بس بيجيله تليفون ويجري يروح لمامته اللي كانت عاوزة تنتحر بسبب ان علاقتها وحشة جدا مع جوزها واللي هو ابو نار، بسبب انه بيخونها كتير جدا. ونار بيحاول يهديها. بيجي فلاش باك لما نير اكتشفت ان جوزها ساسيت عنده عشيقة وطفل منها، بس بيقول لها انها فاهمة غلط، بس هي مش بتصدقه لان عامل بوليس التأمين على حياته وكاتبها باسم الطفلة دي وبين نار، بس هو مش بيشرح لها حاجة وبيمشي ويسيبها. وبيكون نار شايف الخناقة دي، ونار بيوعد امه ان شركة ابوه هتكون ليهم لوحدهم. وكده نعرف ان علاقته وحشة جدا بابوه هو كمان. ونلاقي ان ساسيت عارف رام وانه كان متكفل بمصاريفها من وهي صغيرة، وهي بتشكره جدا على ده. بس نتفاجئ لما يقول لها انها تعيش معاه هنا، ورام تستغرب جدا لحد ما نلاقي ان شادجان جت. وشادجان بتكون عشيقته وبتكون السكرتيرة بتاعته برضه، وكانت فاكرة انه عاوزها زي حبيبة، بس هو يقول لها انه عاوزها تيجي تعيش معاه زي بنته. وهي ورام بيستغربوا جدا. وتاني يوم بتكون الذكرى السنوية للشركة، وساسيت يتفاجئ لما يشوف نار جه، بس نار يقول له انه جه عشان امه ليها اسهم كمان في الشركة، وباين قد ايه علاقتهم وحشة جدا. ويتفاجئ لما يلاقي رام هي اللي بتصور الحدث. وكان الاتنين مبسوطين انهم شافوا بعض تاني، بس شادجان الرخمة تقول له انها هتبقى اخته المستقبلية وهتورث معاه. وهنا يتفاجئوا جدا وبيمشي ويسيبهم. وفي الحدث كان في مزاد على لوحة ساسيت رسمها، وكانت بداية طريقه لتأسيسه للشركة. وطبعا مش عايزة اقول ان نار هو اللي كسب المزاد وحرق اللوحة قدام الناس كلها، وقال انها كمان كانت بداية هجره ليه هو وامه. ورام شايفة كل ده ومصدومة جدا ان ازاي عمل كده مع انه نفس الشخص الطيب اللي ساعدها. وبسبب الفضيحة دي ابوه بيتعب جدا، وباين ان نار قلق عليه، بس مع ذلك مرحلوش ومشي. وبيكون ساسيت كويس بس محتاج يعمل عملية في اقرب وقت، بس هو رافض دلوقتي ويقول انه محتاج شوية وقت. ونلاقي ان نار شاف رام بالصدفة، ما تايلاند اوضه وصالة بقى، بس هي تقول له انها عارفة انه شخص كويس واكيد عنده سبب عشان يعمل كده، بس هو بيتضايق من كلامها وعاوز يطلع نفسه وحش فبيجرحها بكلامه. بس هي بتبقى فاهماه برضه وبتفضل مصرة على كلامها، فيقول لها خلاص تعالي معايا عشان الانسيال بتاعك. وهي بتفرح قوي. ولما بيوصلوا بيرميه من البلكونة، وهي بتزعل جدا وتعيط لانه طلع غالي عليها جدا، وبتنزل تدور عليه والدنيا بتمطر جامد. ولما نار بيشوفها بينزل لها ومعاه شمسية. ورام كان في عربية هتخبطها بس في حد بينقذها، وطبعا انتوا فاكرينه نار، بس احب افاجئكم انه لا، طلع واحد تاني. ونار بيكون شايفهم من بعيد، والشخص التاني ده بيسيب لها الشمسية ويمشي. وتاني يوم كيرين بتروح لرام، وكيرين دي بتكون مديرة المنزل بتاع ساسيت، وبتكون راحت علشان تقنعها انها توافق تبقى بنت ساسيت بالتبني، وتقول لها انه عارف ماضيها. وهي بتتفاجئ جدا، وبتكون اصلا رام فاقده ذاكرتها من وهي طفله، بس يا ترى ليه وازاي ومين البنت اللي كانت عاوزه تقتلها في اول المسلسل دي. وساسيت عاوز نار يبقى الرئيس التنفيذي للشركه عشان هو تعبان، بس نار بيرفض. ولما بيشوف رام بيعملها وحش جدا علشان فاكر انها اخته وبنت العشيقه، بس كيرين تقول لها انه سوء تفاهم بس. وكيرين وساسيت بيحكوا رام عن باباها ومامتها واللي بيكون اسمهم رونج وبات، وقد ايه كانوا بيحبوا بعض وطيبين قوي، وكل الناس بتحبهم عشان بيساعدوا اي حد. ويقول لها ازاي عرف مامتها باد، وطلع ان زمان في حراميه طلعوا عليه وكانوا عاوزين يسرقوه، بس وهو بيهرب منهم ضربوا عليه نار وسابوه في الشارع. بس كيرين شافته وساعدته وخدته عند بات واللي بتكون صاحبتها. بس لما صحي ما كانش فاكر اي حاجه، وبيكون ساسيت تعب تاني، فبيقول لها هيكملوا كلامهم بعدين. بس بالليل بيكون في حدث مهم للشركه، ونار بيشوف رام جت وعرف ان ابوه عاوز يشغلها في الشركه، فعشان كده بياخدها وبيمشي بالعافيه ويوصلها البيت عشان ما ترجعش هناك تاني. بس لما تدخل البيت تلاقي حد هناك وكان عاوز يموتها، بس نار بيجي وبيضربه. بس الغريبه بقى ان الراجل مرضاش يضرب نار عليه وسابه ومشي. وهنا طبعا نار فهم ان امه اللي عملت كده، ولما بيكلمها ما بتنكرش علشان مش عاوزه رام تورث في ساسيت. ونار بيتضايق جدا منها انها عاوزه تاذي شخص بريء. وتاني يوم نلاقي ان نار راح لابوه وافق على المنصب، وطبعا شادجان كانت هتولع علشان عاوزه هي المنصب ده. ونلاقي ان تشون المربيه اللي ربت رام سابت لها رساله ومشيت، وقالت لها ما تدورش عليها، وهي بتكون منهاره جدا ومش فاهمه حاجه. وتكون المربيه مع كيرين واللي بتديها شيك وبتشكرها انها خلت بالها من رام 14 سنه، وانها تروح لاي بلد تانية وتبدا من جديد. واكيد عملوا كده علشان رام ترضى تروح تعيش مع ساسيت. وبيكون نار لسه معاه الانسيال وراح علشان يرجعه لها، بس لقاها مغمى عليها فبيوديها المستشفى. وبيمشي لما كارين وساسيت بيجوا. بتكون رام بتحلم بطفولتها وان اهلها كانوا ناس اغنياء وعندهم مزرعه، وقريب ابوها شغال معاه مزارع عنده. وتطلع بنته هي رودي اللي كانت عاوزه تقتلها في الاول. وقتل
اتاري رودي بتتنمر عليها وبتضربها من زمان، وكلهم بيكرهوا رام وعيلتها. ورام بتصحى فجأة وبتكون منهارة لما بتفتكر ان تشون مشيت، وبتكون بقت كويسة وبتروح تصور في محل نباتات، وبالصدفة يكون المحل بتاع الراجل اللي انقذها قبل كده وبيكون اسمه كانوت، وكانت هتقع فبيلحقها. وعلى حظها تلاقي نار ومعاه كانيتا المساعدة بتاعته، وبيكون عاوز ياخدها البيت بالعافية علشان قلقان يغمى عليها تاني، بس كانوت ما بيعجبوش طريقته وبيمنعه ياخدها، وهي واقفة في النص بينهم وهما الاتنين متعصبين. ولما بيوصلوا يتصدموا ان البيت بيولع، ورام دخلت علشان فاكرة تشون جوه، بس نار بيجي وينقذها ويروحوا على بيت ساسيت، وبتفضل تعيط وبيكونوا زعلانين عليها. وبتكون المشكلة اصلا اللي بين نيري وساسيت انها فاكرة ان هو وبات كانوا على علاقة وان رام بنته منها، بس هو قال لها 100 مرة ان ما كانش في بينهم حاجة، بس هي مش مصدقاه. ونتصدم ان بات طلعت عايشة وراحت تشوف رام، واللي بتتفاجئ جدا انها ازاي عايشة وليه ما شافتهاش كل السنين دي، وتقول لها ان ساسيت هو اللي قتل ابوها. ورام تتفاجئ من ده جدا ومش فاهمة ازاي وهو طيب معاها كده وعاوزها تعيش معاه كمان. ويطلع ان زمان هي اللي كانت الشاهدة على الحادثة، بس للأسف فقدت ذاكرتها، وهي الوحيدة اللي تقدر تقول مين اللي قتل ابوها زمان. وعلشان كده قررت تقبل عرض ساسيت وتروح تشتغل في الشركة. وبالصدفة كانت نيري هناك وبتتجنن لما بتعرف، ونار حاسس ان ورا قرارها ده حاجة هي مخبياها، بس رام مش بترد عليه. وبتكون محتارة يا ترى ايه شخصية ساسيت الحقيقية، هل هو مظلوم في كل ده وشخص طيب، ولا هو سبب كل حاجة حصلت زمان. وفجأة ساسيت بيتعب جدا وبيدخل المستشفى، وشكل حالته المرة دي اتدهورت اكتر. وتاني يوم بيكون في اجتماع علشان نار اللي هيمسك مكانه، بس فجأة نلاقي ان ايك المحامي بيقول ان شدجان هي اللي هتمسك معاه الادارة، ويطلع توكيل من ساسيت بده. ويجي فلاش باك ان اصلا خطة من ايك وشدجان وهما اللي سمموا ساسيت، وبما انه المحامي فطلع توكيل قديم من كذا سنة كان عامله ساسيت لشدجان انها تدير الشغل لو تعب، وما كانش حاطط عليه تاريخ، شغل محامين بقى وكده. واحتفلوا بالليل بنجاح خطتهم. وتاني يوم نار بياخد رام معاه المزرعة بتاعتهم وخلاها تشتغل مع المزارعين، بيناقر فيها بقى. وبيكون في بنت عامل تعبانة جدا وهو بيهتم بيها لحد ما تيجي رام وتشوفه، بس بتفهم من تعب البنت ان عندها ملاريا مش مجرد حمى وخلاص. وعشان حظهم نحس عربية نار بتعطل، ومش بيكون قدامه حل غير عربية مكحكحة كده، بس لما بيروحوا المستشفى مش بيلاقوا غير الممرضة بس، والدكتور هيجي تاني يوم والعربية المكحكحة بتعطل هي كمان، فبيضطروا يقضوا الليلة هناك مع البنت وبيفضلوا يناقروا في بعض لحد ما البنت كانت فاكرة انهم متجوزين، وطبعا قال ايه مستحيل. وبالليل بيكونوا عسولين خالص سوا ونار بيغطيها كمان، والاتنين بيكون باين انهم مرتاحين. ده بداية حب ده ولا ايه بقى؟ وبيكون ساسيت اتحسن شوية والشرطة بتقوله انها محاولة قتل، بس ساسيت يقول لهم انه مش بيشتبه في حد. وطبعا الشرطة بتشتبه في كل الموجودين ومن ضمنهم شدجان، وفعلا بيروحوا لها الشركة واللي بتكون عاملة اجتماع وبياخدوها قدامهم. يا على الكسفة اللي انت فيها يا شدجان. وايك يفتكر ان كل ده خطة من نيري، سواء انها تسمم ساسيت ولا ان شدجان تمسك الرئاسة مع نار. يا لهوي عليكي ده انت عقربة. وشدجان بتخرج علشان كاميرات المراقبة بينت ان ساسيت مشربش من النبيت اصلا اللي هي قدمته له. وطبعا ايك بيتصدم جدا، بس بتديله حتة قلم علشان فهمت لما تخلى عنها انه في صف نيري. ونلاقي ان كانوت راح لنار علشان يتكلم معاه، وطلع شاف في كاميرات المراقبة لما رام شافت باد وحضنتها، وطلع ده وهم وان باد ما كانتش موجودة اصلا، ده غير انها كلمت كانوت في التليفون على انه باد برضه، وحكى لنار على كل ده يمكن يلاقي طريقة يساعدها بيها. والدكتور يكلم نار ويقول له ان رام طلع عندها ورم في المخ وده ممكن يعمل لها هلوسة للاسف. وبالليل نار بياخد رام علشان ياكلوا سوا وبيسألها عن صحتها، وهي بتستغرب قوي، بس بيوريها الفيديو وبتتصدم لما بتشوفه وتعرف ان كل ده وهم في دماغها. وتاني يوم نتفاجئ ان نار بيقول لساسيت انه عارف ان هو اللي سمم نفسه علشان يحمي شركته. وطبعا ساسيت بيحاول ينكر، بس نار بيكمل ونعرف ان ساسيت عارف من بدري عن شدجان وايك ونيري، وعمل كده علشان يوقعهم كلهم في بعض ويخلص منهم كلهم. وفعلا شدجان بتطرد ايك من الشركة وبيكون متعصب جدا، بس ما بيفرقش معاها. ونيري بتحاول ترجعه، بس هي مش هتعرف لان حتى لو ليها نص الشركة زي ساسيت بس ملهاش الحق في الادارة. ونلاقي ان كانيتا بتقول لشدجان ان ساسيت لغى السلطة بتاعتها وان دلوقتي نار هو الرئيس الوحيد، وهي ملهاش اي دور غير انها مساعدة ساسيت وبس. وطبعا شدجان مولعة ان كل خططها باظت. ولما نار يشوف الايميل ان سلطة شدجان اتلغت يتفاجئ ان ساسيت عمل كده بالسرعة دي. وهنا بقى ساسيت يعترف بكل حاجة وان عنده استعداد يعمل اي حاجة علشان شركته. وطبعا ما كانش متوقع ان نار هيطلع ذكي كده ويفهم لعبته. ورام كانت مع نار وتفتكر الحادثة اللي حصلت ليها مع رودي وبتخاف جدا وتطلع تجري، وكان في عربية هتخبطها بس بتقف ويطلع كانوت. ورام بيغمى عليه
عليها، ونار وكانوت بيودوها المستشفى، والدكتور بيقول لنار ان غالبا مشكلتها مش في الورم بس، ده كمان من ذاكرتها المفقودة، ويقترح عليه انها تشوف دكتور نفسي علشان يساعدها ترجع ذاكرتها. وكانوت بيكون مأيد الفكرة دي، بس نار شايف انه لا، علشان لو في حاجة في الماضي ممكن تجرحها. وكانوت يقول له ان من معرفته الرام شايف انها هتوافق ايا كان الماضي ايه. ونار هنا بيغير اللي هو لا يا راجل، ده انت لسه عارفها من يومين بس. ورام بتكون صحيت وسمعاهم وتقول له انها مع رأي كانوت، وده بيضايق نار بس ما بيقولش حاجة. وفعلا بيوديها لدكتور صاحبه ويفضلوا ينقروا في بعض لحد ما يمشي. وبعد الجلسة الدكتور يقول له انه عاوز ينيمها مغناطيسيا، ونار يتفاجئ بس مفيش حل تاني علشان يوصلوا لأعماق ذاكرتها. ويكون في مشكلة في المشروع الجديد بتاع الشركة، وكانيتا تقترح عليه يوظف حد تعرفه شاطر جدا في مجاله وهيقدر يساعدهم، وهو بيوافق. بس بالصدفة يكون كانوت، ولما بيسمع منه هيحل المشكلة ازاي بيوافق انه يعينه. ورام لما بتعرف بتفرح جدا، ونار لما بيشوفهم واقفين سوا بيغير جدا. ونلاقي ان كانوت بيبعت لحد، ونكتشف ان دخوله الشركة دي خطة علشان عاوز ينتقم هو واللي بيكلمه، وطبعا لازم يكسب ثقة نار علشان انتقامه. بس يا ترى حصل فيهم ايه عشان يعملوا كل الخطة دي؟ وتاني يوم نلاقي شدجان راحت لساسيت وعمالة تتمسكن وتتدحلب له كده، وانها قد ايه حاسة بوحدة وعايزة ترجع الشغل. بس يفاجئها بصور ليها مع ايك اللي اتفقت معاه عليه، وهي بتصدم وتحاول تبرر انهم متفبركين. بس ساسيت يقول لها انه بعت محقق وراها علشان يراقبها، وانه عارف اللي في دماغها من سنين. وهي بتتعصب جدا انه كان بيلعب بيها طول السنين دي وبيستغلها لمصلحته علشان ما يبقاش لوحده، وبتضربه بالقلم وبتمشي وتسيبه. وتاني يوم نلاقيها مجمعة الصحفيين وتفضح المشكلة اللي عندهم في مشروعهم الجديد، وانهم بيخدعوا الناس. ونار يقول لهم ان كلام شدجان صح، ويقول لهم انهم حلوا المشكلة، بس طبعا شدجان بتقول ان ده مستحيل. لحد ما نلاقي ان كانوت جه ويقول لهم انه المدير الجديد للمشروع، ويشرح لهم كل التفاصيل وحلها. وبكده الموضوع اتقلب على شدجان. وبالليل كانيتا بتكلم نار قال ايه علشان تطمن عليه، وهو بيشكرها انها عرفت تتصرف صح في المشكلة اللي حصلت. وبكده بقى بيثق فيها هي وكانوت. ونكتشف ان كانيتا هي اللي مع كانوت اصلا، وفرحانين باللي شدجان عملته علشان صب في مصلحتهم وخلى نار يثق فيهم، وان خلاص انتقامهم ما بقاش بعيد. وتاني يوم مزرعة السكر بيكون فيها حريقة كبيرة قوي، ونار ورام بيساعدوا المزارعين علشان يطفوها. بس فجأة العامل اللي بنته كان عندها ملاريا كانت في الحريق ومعرفش ينقذها، فرام من غير تفكير دخلت بسرعة علشان تلحقها، بس ما بتقدرش توصل لها وبيغمى عليها. وبيكون نار دخل وراها ولحق البنت ورام كمان. ولما رام بتفوق اول حاجة بتسأل عليها البنت، فنار بيتعصب جدا وبيتخانق معاها انها اتصرفت من غير تفكير، وانها مش بتخاف على نفسها ابدا. بس رام تتضايق منه وتقوله انها ما كانش عندها استعداد تشوف حد بيموت في حريقة تاني، وتقوله ان اهلها ماتوا في حريقة ودي اخر ذكرى هي فاكراها قبل ما تفقد ذاكرتها. فنار بيحس بتأنيب ضميره وبيعتذر منها وبيمشي ويسيبها، ويكلم كانيتا علشان تحقق في موضوع الحريقة علشان شاكك انها بفعل فاعل. وفعلا تاني يوم كانيتا تقوله ان في دليل بيقول انها شدجان. فنار يقول لها انها تطردها من اي منصب ليها في الشركة، ولو عملت حاجة تساومها بالدليل اللي معاها علشان ما تقدموش للشرطة. ويقول لها انه متأكد انها مش شدجان، وان اللي عمل كده عاوز شدجان كبش فدا، بس لازم يلعب لعبتهم علشان يكتشف هو مين فعلا. وشدجان لما بتعرف بتكون هتتجنن وشكلها مش هتسكت، وفعلا بتستناه في الشركة وبتنزل فيه ضرب بالعصاية. ولما فرد الامن يكتشف ان الكاميرات عطلانة يروح يشوف فيه ايه، ويكتشف ان نار مغمى عليه وكله دم، ويتصدم ان شدجان جنبه مقتولة، وبيكون ظاهر ان نار اللي قتلها. ولما الشرطة بتحقق معاه ما بيكونش فيه دليل عليه ولا حتى بصماته على الجثة، وعلشان كده بيسيبوه يمشي. وتكون رام متأكدة من براءته وانه مستحيل يعمل كده، وبتكون بتواسيه. وتاني يوم في الشركة نيري بتجمع المساهمين وبتكون عاوزة تطرد نار ده الام دي، بس نار بيجي ويقول انه هيتنحى عن المنصب ظاهريا بس، وهيخلي كانوت اللي يمسك بداله. والمساهمين بيوافقوا، خصوصا انه انقذهم اخر مرة قدام الصحافة. وطبعا نيري بتكون مولعة ان مش هي اللي هتمسك الشركة. ونار بياخد رام علشان تساعده يلاقي دليل براءته، وبيكون صحابه كمان موجودين، وبيكونوا عاوزين يعرفوا انهي طريق القاتل خده علشان ما يبانش في كاميرات المراقبة، وبيكونوا متفرقين. ورام بتشوفهم في الكاميرات لحد ما فجأة تلاقي نار وصل لها من غير ما تشوفه، ويكون اكتشف ايه الطريق. وبيكونوا محتارين مين اللي عارف مداخل ومخارج الشركة كويس قوي كده، وبيكونوا لحد دلوقتي مش فاهمين ليه القاتل قتلها اصلا غير لو بينتقم منها، علشان لو بس عاوز يوقع الشركة كان هيقتل نار اسهل. وبيكونوا كلهم بيفكروا ازاي شدجان بالظبط اتقتلت. ورام تقول ان غالبا القاتل كان اصلا بيراقبها من فترة، ولما شاف انها بتهاجم نار استغل الفرصة وقتلها. ونار يقول ان يوم الحادثة اكيد في عربية من العربيات دي سجلت الجريمة، وفعلا نلاقي ان في عربية سجلت. ونار بياخد الفيديو وبيوديه للشرطة، وبكده يكون اثبت براءته رسمي. بس الفيديو مش
بيبين وش القاتل، فمازال مش عارفين هو مين. ونكتشف ان ايك المحامي الخاين ده مش مع نيري اصلا، ده في صف منافس ليهم واللي بيكون اسمه تراتيب، وعاوز يشتري الشركة، وعلشان كده بيقتل كذا مزارع مهاجر بيشتغل في مزرعة ساسيت، وبيستنى اليوم اللي الشركة هتطرح اسهمهم فيه في البورصة علشان يفضح الموضوع على اساس ان الشركة متسترة على الموضوع علشان مهاجرين ومش تايلانديين. وطبعا بتحصل مظاهرة كبيرة قدام الشركة وسعر السهم بيقع جدا جدا، وطبعا ده المطلوب علشان تراتيب يشتريه بسعر قليل. ولما نار نزل علشان يهدي الناس وكانوا خلاص هيهدوا، بيكون تراتيب بعت حد رمى زي قنبلة كده، والناس ونار بيتعوروا، ونار ما بيكونش همه حاجة غير ان رام كويسة وهي بتفرح كده. لا مش وقت حب خالص دلوقتي. ونار بيعرف يهدي الناس والموضوع بيتلم، وساسيت بيكون متعصب جدا لان ما فرقش في حقوقهم وزيهم زي التايلانديين، وان عمره ما هيعمل حاجة غير قانونية وتضر الشركة. وبيكون بيدور على ملفاتهم ويكتشف ان فعلا بياخدوا مستحقاتهم كاملة ومفيش فرق. وتاني يوم كانيتا ونار بيكونوا رايحين موقع تخييم للمزارعين المهاجرين، وفي ناس بيضربوا عليهم نار، وكانيتا بتضرب واحد على دماغه قبل ما يقتل نار، بس الراجل بيتعصب ولسه هيضرب كانيتا، نار يضرب عليه نار الاول ويهربوا منه، وبيفضلوا في الغابة لحد بالليل. بس تاني يوم نكتشف ان في مزارع شغال عندهم انقذهم، والمزارع يقول له ان العمال اللي شغالين عند تراتيب عيشتهم احسن ومرتباتهم اعلى، واصلا تراتيب هو اللي بيكون عامل الفتنة دي علشان يقلب عمال ساسيت عليه. ونار يشوف الراجل اللي ضربه بالنار وهو بيوزع حاجات على المزارعين بتوعه، ويعرف ان تراتيب هو اللي بعته، وكانيتا بتلحقه قبل ما يروح لهم وتقول له ان معهوش دليل ان هو اللي عاوز يقتله. ويكون ساسيت ورام قلقانين جدا عليهم، ورام تروح موقع التخييم علشان تدور عليهم وبتلاقيهم فعلا، وبتكون متعصبة وغيرانة جدا وتقول له انه مش قادر يتصل بيهم ويطمنهم عليه، وتعرف ان مفيش شبكة اصلا، وبيكون بلغ الشرطة علشان تجيلهم. ونكتشف بقى ان كانيتا اخت كانوت بس بالتبني، مش اخته يعني، بس هو شكله بيحبها وهي معتبراه اخوها الكبير وبس. وتاني يوم الشرطة بتقبض على رجالة تراتيب ويكونوا هم اللي قتلوا المزارعين كمان، وبتظهر براءة الشركة والموظفين بيفرحوا جدا، وكمان سعر اسهمهم بيرجع يزيد تاني. وطبعا نار عرف مين هو عدو الشركة اللي كان بيدور عليه واللي بيكون تراتيب. وبالليل رام تلاقي حرامي في البيت وبتكون عارفاه ويطلع اسمه يوم، وبيكون كان شغال زمان في مزرعة ابوها. ونار بيطلع على صوتها وهي بتفتكر ان زمان لما عيلتها ماتت قرايبها كانوا بيعاملوها وحش جدا، وخلوا يوم يحبسها علشان ياخدوا فلوسها. وتلاقي ان قريب ليها من عيلة باد راح لها وبيكون ظابط وبيديها الانسيال بتاع مامتها، واللي بالمناسبة لحد دلوقتي نار ما رجعوش، ويقول لها ان ابنه كون هيجي يشوفها كل نهاية اسبوع علشان يطمن عليها. ورام بيغمى عليها لما بتفتكر كل ده، ونار كان قلقان عليها جدا. وتاني يوم تقول لهم ان الحرامي كان يوم، وكارين وساسيت يتصدموا، وكارين تقول لها انهم ما شافوهوش من 10 سنين وانهم افتكروه مات ومش فاهمين ايه اللي جابه هنا وبالطريقة دي كمان. وتاني يوم رام بتكون متضايقة جدا عشان افتكرت الانسيال اللي نار رماه، بس فجأة تلاقي نار بكل رومانسية بيلبسها الانسيال، وهي بتفرح قوي 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 وتتفاجئ انه معاه وما رماهوش، وبيكونوا عسولين خالص لحد ما كانيتا بتبوظ عليهم اللحظة. ونلاقي جون الممرضة بتاعت ساسيت، واللي بالمناسبة كارين اللي مربياها ومعتبراها قريبتها شكلها كده بترسم على ساسيت وهو مش ممانع طبعا. ونلاقي ان تراتيب اتفق مع نيري علشان يستولوا على الشركة، والسوسة بتقوله على اهمية رام لساسيت فقرروا يتخلصوا منها. ونعرف ان يوم بيشتغل مع نيري اصلا، وفعلا في يوم نلاقي يوم كان هيضرب نار على رام بس نار بيلحقها والمهمة بتفشل. طبعا تراتيب بيكون متعصب جدا وقرر انه مش هيثق في نيري تاني وهيتصرف لوحده بعد كده. ونلاقي ان نيري راحت الشركة وبتقول لساسيت انها قررت تخلي ايك يدير لها نصيبها نيابة عنها، واللي بيكون 40% من الشركة. وطبعا نار بيحاول يمنعها ويقول لها انه بوشين، بس هي شايفة انه هو وافي ليها. ونلاقي ان كانيتا بتفتكر زمان وهي طالبة انها خبطت في ساسيت بالغلط وما اهتمش بيها، وباين قد ايه هي بتكرهه. ونعرف ان ساسيت المسؤول عن موت ابو كانوت، وانه السبب في ان حياتهم تبوظ وهم صغيرين، وعلشان كده كانيتا دخلت الشركة علشان تخلص من ساسيت ويحققوا انتقامهم. ونلاقي في يوم ان رام شافت واحدة تعبانة فبتساعدها، وتكتشف بعد كده انها ام كانوت. يا على تايلاند الصغيرة يا. ونار ياخد كانيتا علشان يشتري هدية بنانيتي، وكانيتا تختار انسيال حلو قوي وفاكراه ليها، بس تاخد الصدمة انه الرام وتتعصب جدا جدا جدا. وتكون رام وكانوت وامه بيعملوا خير علشان سنوية ابو كانوت، ورام
ورام تعرف انه كان ضابط شرطة وانه اتقتل على ايد حد شرير قوي، ومن ساعتها حالتهم بقت صعبة قوي وبقت بتشتغل في البيوت، وبنتها وكانوت كانوا مجتهدين جدا علشان ياخدوا منح لتعليمهم. وام كانوت لما تعرف اسم رام تتصدم جدا جدا، بس يا ترى ليه بقى؟ ونار لسه هيقدم الهدية لرام يلاقي كانوت جه علشان نسيت معاه حاجة، ونار يكون غيران جدا انها كانت معاه وما قالتلوش ويفضل يتخانق معاها وهي مش فاهمة ماله وليه المفروض تقوله. وتكون جون شايفة الخناقة دي ومستغربة جدا وتروح تقول لساسيت وكيرين ان خناقتهم كأنها خناقة اتنين بيحبوا بعض، وساسيت وكيرين يتفاجئوا. والمفاجأة بقى ان يجي فلاش باك لما رام اتولدت. ساسيت فرح جدا انها بنت وشايف انها تبقى بنت رونج الشخص الكويس احسن ما تبقى بنت شخص مش كويس زيه. ايه بقى الصدمة دي؟ وكده نعرف ان رام فعلا بنته، وتكون كيرين خايفة انهم يقعوا في حب بعض لانها هتبقى مصيبة. ورام بتهلوس بصوت رودي واللي بتكون ماشية وراه وبتعتذر منها على اللي عملته فيها وهم صغيرين، وكانت هتقع في البسين بس نار بيلحقها وبيغمى عليها، ونار بيكون قلقان جدا عليها وبينقلوها على المستشفى، والدكتور يطمنهم ان الهلوسة دي من الورم بتاعها وان الادوية هتاخد وقت بس هتكون كويسة. وساسيت بيسأل نار لو فعلا بيحب رام، فنار يعترف انه ويقول له انه معجب بيها من اول مرة شافها بس كان خايف تكون اخته، بس هو دلوقتي مطمن علشان ساسيت كان مأكد له انها مش بنته. ولسه ساسيت هيقول له ولو اختك، يلاقي رام وراه وسمع كل حاجة وبتتفاجئ ان نار معجب بيها. وتاني يوم بتكون رام خرجت من المستشفى ونار يسألها لو سمعت حاجة امبارح، بس قال ايه؟ بتقول ما سمعتش، ولسه هيعترف بحبه ليها تاني. كيرين بتيجي بسرعة وبتكون مرعوبة، ونعرف ان ساسيت مغمى عليه، ولما بيتنقل على المستشفى بتكون حالته وحشة وفي العناية المركزة، والدكتور يقول له ان جاله سكتة دماغية علشان ضغطه عالي قوي وهو نايم، وبقت مأثرة على جسمه كله ومش هيعرف يتحرك. ونار ورام بيكونوا زعلانين جدا، ورام بتحاول تواسيه وانهم هيعدوا المحنة دي سوا. وبعد فترة ساسيت بيكون فاق وبينقلوه على البيت بس مش بيتحرك ولا بيتكلم خالص، ورام بتحاول تطمنه انها هتاخد بالها منه. وكيو مامة كانوت شافت ورق في مكتب كانوت، ولما قرت اسم الشركة عرفت ان هي شركة ساسيت، وبتتخانق معاهم ان هم راحوا اشتغلوا هناك، وعرفت ان هم عملوا كده علشان ينتقموا، وما كانتش راضية خالص عن اللي هم عملوه علشان هي ما عندهاش استعداد تخسر حد تاني زي ما خسرت جوزها. ونار بيضطر يروح الشركة، ويكون ساسيت بيحاول يقول حاجة لرام، وبعد محاولات كتيرة منها هي وكيرين بيفهموا انه قصده على الخزنة، وما بيكونوش عارفين كلمة السر. بس رام بعد محاولات بتفهم ان كلمة السر هي عيد ميلادها، وبتشوف ورق مهم وبتتصدم جدا، بس يا ترى ايه اللي فيه بقى؟ وبالليل لما نار بيرجع بيلاقي رام حالتها غريبة، وتقول له انها عرفت مين صاحب ال10% من اسهم الشركة اللي ما كانوش عارفينه، وهو بيفرح قوي لان كده نيري مش هتعرف تضغط عليهم تاني بنسبتها اللي قد نسبة ساسيت. بس ياخد الصدمة بقى ان هم باسمها هي، وطبعا يفهموا انهم اخوات، وبيكون نار مصدوم جدا. ورام تقول له ان ساسيت قال دلوقتي علشان خايف ان الاخوات يحبوا بعض، بس نار ما بيكونش مصدق وعاوز يعمل تحليل DNA لحد ما كيرين تيجي وتقول لهم انهم فعلا اخوات. ويجي فلاش باك ان باد وساسيت حبوا بعض وهو فاقد الذاكره، وعرفت انها حامل بعد ما ذاكرته رجعت له، وعرفت انه متجوز، ويكون رونج كان بيحبها من زمان وعرض عليها الجواز، وهنا هي اضطرت توافق علشان حملها. وعشان ساسيت يحمي رام من شر نيري كان عاوز يخلي السر ده مدفون للابد، بس كان لازم يقوله دلوقتي لما حبوا بعض، والاتنين بيكونوا منهارين جدا. ده ايه بقى الصدمه دي بقى؟ وتكون رام بعد كده عاوزه تروح بيت المزرعه بتاع عيلتها اللي اتحرق، علشان في جلسه التنويم المغناطيسي لقيت ان عيلتها ماتت في حادثه عربيه، بس في الحقيقه المفروض انهم ماتوا لما المزرعه اتحرقت. فبتكون عاوزه تروح عشان تكتشف الحقيقه، بس نار رفض انها تروح لوحدها وقال لها انه هيروح معاها. وفعلا بيروحوا بس بياخد كانيتا معاهم، وفعلا المزرعه بتكون محروقه وبيتقسموا علشان يكسبوا وقت. ورام بتقول لكانيتا على كل اللي فاكراه، وفجاه يظهر يوم وبيضرب كانيتا وبيغمى عليها، ورام بتحاول تهرب منه ونار بيجي علشان يلحقها، بس يوم بيضربهم وبيربطهم كلهم. ويطلع يوم هو اللي لعب في فرامل العربيه والسبب في موت رونج وبات، وكمان لما لقى رونج عايش كمل عليه وقتله. ويطلع اللي خلاه يعمل كده هم اهل رودي، ورام بتكون متعصبه جدا، وبيكون نار عرف يفك نفسه ويضربه ويعرفوا يهربوا منهم، بس برضه بيتفرقوا. ورام مجرد ما بتشوف البحيره بتفتكر اليوم اللي غرقت فيه وبتدخل في حاله غريبه، ونلاقي ان يوم بيكلم حد
واللي بيكون شريكه وبيغدر بيه وبيقتله. ايه بقى المفاجأة دي؟ وفي المستشفى رام بتدخل في حالة صدمة غريبة قوي، وبتفتكر انه وهي صغيرة رودي كانت كويسة معاها وعاوزة تصاحبها، مش زي ما كانت فاكرة وكانت مختلفة عن اهلها، بس رام هي اللي كانت رخمة معاها وبتعاملها وحش. حتى لما كون جه رودي بتسمعهم وهم بيقولوا قد ايه هي لازقة فيهم ومش بيحبوها، ورودي بيكون قلبها اتكسر منهم. وبالليل رام بتكون عاوزة تهرب مع كون، بس هنا رودي بتشوفها وبتتخانق معاها، وانها كانت فاكرة انهم صحاب، بس رام تقول لها انها عمرها ما اعتبرتها صاحبتها. وبيحصل بقى المشهد اللي شفناه في اول المسلسل، ولما رام بتقع في المية طلعت بتعرف تعوم وخرجت. ورام لما بتفوق بتكون منهارة جدا وبتفضل حاضنة نار، واللي بيكون قلقان جدا عليها وبيحاول يهديها. ونلاقي ان نار بيقول لكانيتا ان هو معجب بيها وانه حابب يرتبط بيها، وهي بتوافق على طول علشان اتاريها اصلا كانت بتحبه. وطبعا نار عمل كده علشان مشاعره الرام اللي هو لازم يتجاوزها، ما هي اخته بقى. ورام تروح لكيرين وتسالها ازاي كانوا فاكرين ان اهلها ماتوا في الحريقه، وكان في فتره كبيره بين الحريقه وبين حادثه موت اهلها. واتاري ان ساسيت كان بيبعت دايما فلوس لباد ورونج وبتوريها الحسابات، وتلاقي ان الفلوس فضلت تتحول حتى بعد الحادثه، فافتكروا انهم عايشين عادي. بس كده طلع اهل رودي هم اللي كانوا بياخدوا الفلوس لحد يوم حريق المزرعه، ولقوا كذا جثه هناك، وكانوا فاكرينهم باد ورونج وما كانوش يعرفوا انها جثث اهل رودي وتقريبا عمال المزرعه وجثه بنت صغيره غيرها كمان. وهنا رام تتفاجئ وتعرف ان رودي ما ماتتش من الغرق، دي ماتت في الحريقه مع اهلها، لان رودي كانت وقعت في الميه بعد ما رام وقعت برضه. وكانيتا تقول لكيو على مشاعرها لنار وتكون قلقانه انها ترفض، بس كيو مش بتمانع وبتكون شايفه ان نار ملوش ذنب في اللي ساسيت عمله، وان اهم حاجه عندها سعادتها هي. وكانيتا بتفرح قوي، وبيكون كانوت سامعهم وطبعا زعلان جدا لان هو بيحبها. وبعد فتره يكتشفوا ان ايك اتقتل هو كمان، وبيتهموا نار وكانوت فيها علشان بيلاقوا ايميل ايك كان بعته لصاحبه بيقول له انه اكتشف مخالفات في مشروع الشركه الجديد، وان ده مضايق كانوت ونار منه. وطبعا الموضوع بينتشر والناس بتقلب على الشركه ومصدقين انهم اللي قتلوه. ونشوف ترتيب وهو بيحكي لنيري ان هو اكتشف ان ايك كان هيبيعه لنار، والخناقه بتزيد بينهم وهوب بيقوم قتله، ويكون هو اللي بعت الايميل علشان يلبسها لنار وكانوت، فيعرف هو اللي يستولى على الشركه مع نيري. ونيري مش فارق معاها خالص نار الام دي، والشرطه بتكون سابت نار وكانوت علشان مفيش ادله كفايه عليهم. ونيري وترتيب عملوا اجتماع علشان ياخدوا المناصب منهم، والغريبه ان نار بيوافق بكل سهوله، وتكون نيري رئيس مجلس الاداره بدل ساسيت، ونار وترتيب المدير التنفيذي بدل كانوت. ويكون فعلا نار عمل كده علشان عنده خطه. وبالليل بيروح بيت ايك علشان يدور على دليل مع كانوت، وبيكونوا خلاص خارجين، بس رجاله ترتيب بتطلع عليهم ويطعنوا نار ويحرقوا البيت، والشرطه بتقبض على نار وكانوت. وبتكون نيري بتتخانق مع ترتيب علشان رجالته طعنت نار، وهو ما بيفرقش معاه ويقول لها انه كان متاكد انه هيعمل كده من ساعه ما ساب لهم الشركه بسهوله كده. ونيري عملت شنكه الحراميه في ترتيب ومشته من منصبه ردا على اذيته لنار، وطبعا بيكون مولع من الحركه. وكمان يكون كانوت خرج من الحجز ويطلع لايف ويثبت بالورق انهم ما عندهمش مخالفات في المشروع وان الموضوع متلفق. وطبعا ترتيب لما يشوف ده بيولع اكتر وبيستحلف لهم. ونار بيخرج من المستشفى ويروح لنيري ويشكرها انها وقفت لترتيب علشانه، وبتكون خايفه منه فبتحجز ليها بره البلد. ونار بيفكر مع رام لو حد زي ايك خاين وعنده اعداء كتير ممكن يكون سايب الادله بتاعته فين. ويلاقوا فلاشه في لوكر كان مأجره في جيم، ولما بيفتحوها بيلاقوه كان مصور لترتيب صوت وصوره على كل جرايمه وكل بلاويه. ونار ما بيتوصاش وبينشرها على النت، والشرطه تروح تقبض على ترتيب، بس ترتيب بيعرف يهرب وبيوصي رجالته انهم ما يسيبوش نار في حاله. وفعلا تاني يوم حد من رجاله ترتيب كان هيضرب نار عليه، بس كانيتا بتكون هناك وبتتصاب هي، بس حاجه بسيطه كده في كتفها. ولما بتشوفه مع رام بتغير عليه وما بتبقاش حاسه انه فعلا بيحبها زي ما بيقول، بس هو بيحاول يطمنها ويقول لها انه حقيقي بيحبها وهيحاول في علاقتهم اكتر. ونار يقول لرام انه ارتبط بكانيتا، وبيكون بيقول لها علشان ما تتضايقش لو عرفت من حد غيره، وهي طبعا بتكون زعلانه جدا بس هتعمل ايه، ما هم اخوات بقى. وفي يوم رام بتكون مع مامة كانوت في المول، بس المفاجاه ان يوم طلع عايش، ويقول لها انه عنده سر وانه عاوز فلوس قدامه، ويقول لها انه مش بس اهل رودي اللي طلبوا منه يقتلوا اهلها، ده في حد كمان، بس بيكون كانوت ومامته جم ويوم بيهرب. ويكون يوم بيعالج اصابته وبيستحلف للي ضرب نار عليه علشان خاينه، واتاري ان ده نفس الشخص اللي قصده عليه الرام، وانه لو هيموت يبقى هيموتوا سوا. ايه بقى جو الغموض ده؟ تفتكروا مين؟ وتاني يوم
يعرف يدخل الشركة وياخد كانيتا ورام معاه، وبيكون عاوز 2 مليون علشان يسيبهم ويقول لهم السر. وفعلا رام بتطلب الفلوس من كيرن وتبعت لها اللوكيشن، ولسه يوم هيقول لهم مين هو اللي معاه، في حد بيضرب عليه نار ويهرب، والمرة دي بيموت بجد بقى وما بيكونش قال مين برضه. وفي يوم كانيتا كانت مع ساسيت وحالته فجأة بتسوء، وفي المستشفى بيكون محتاج نقل دم بسرعة، وفصيلته بتكون نادرة جدا، بيكون 3 بس من كل 1000 واحد عندهم نفس الفصيلة. والمفاجأة بقى ان كانيتا بتكون نفس فصيلته، وبتتفاجئ جدا ويكون نار ورام جم وخلاص ساسيت بقى كويس. وكانيتا بتشك في حاجة وتعمل تحليل DNA وبتكون مستنية النتيجة. وبيكون نار وكانيتا بيجربوا هدوم الفرح، وفجأة يجي لكانيتا رسالة ويطلع ان ساسيت ابوها. ايه ده بقى ازاي؟ وكانيتا تطلع تجري وهي منهارة، ونار مش فاهم فيه ايه، وهو واهلها بيكونوا قلقانين عليها جدا، وتكون كانيتا مش مصدقة ومنهارة وبتعمل حادثة. وبيروحوا على هناك بسرعة، وتكون كانيتا في غيبوبة للأسف، وكلهم بيكونوا زعلانين جدا عليها. وتكون نيري قررت ترجع وتعيش في البيت معاهم طالما ساسيت حالته كده، وطبعا بتتخانق مع رام كالعادة، بس المرة دي بقى بترمي انسيال باد مامتها. وهنا رام بتفتكر يوم الحادثة، وطلع ان رودي برضو كانت بتعرف تعوم وطلعت، وكانت لقت جاكيت رام اللي فيه انسيال باد وخدته. ولما رجعت البيت لقت يوم قتل ابوها وامها، وهو اللي ولع في المزرعة. وكيرن في المستشفى لما بيدوها الانسيال بتعرف انه بتاع باد، وساسيت بيأكد ده لانه هو اللي جايبه ليها، ويعرف انها رام. بس المفاجأة بقى انها اصلا طلعت رودي، وافتكروها رام، وبتنهار وبيغمى عليها. وكانيتا بتفوق وبقت كويسة، بس المفاجأة بقى انها ما بقتش تشوف. ونار وكانوت بيتصدموا جدا، والدكتور يقول لهم انها صعب جدا تشوف غير بعملية زرع قرنية. ونار بيحاول يطمنها انه هيفضل معاها دايما، بس هي بتنهار وتقول له انها مش عايزة تشوفه تاني وانها بتكرهه. وطبعا بقى ما هي اخته بقى المرة دي بجد يا جماعة. ورام ما بقتش عارفة يمين فيهم رام ولا رودي، فبتعمل تحليل DNA وتطلع فعلا مش بنته، وبكده نتأكد انها رودي فعلا. وجون العقربة بتخدر نار، وهو بيفضل يقاومها لحد ما يعرف يتصل برام، واللي بتكون بتتكلم مع نيري، والاتنين بيجروا عليه بسرعة، ونيري تضرب جون، واللي بتكون بجحة جدا وبتضرب نيري، ويفضلوا كده لحد ما كيرن بتطردها بره البيت. بس جون بتترجاها انها تمشي الصبح، وفعلا رام بتوديها على اوضه بعيد عن نيري علشان ما تعرفش انها لسه موجوده، وبتكون مستحلفه لهم. وتاني يوم رام وكيرن يروحوا يشوفوها، والصدمه انهم لقوها منتحره يا جماعه. ونار ورام بيروحوا لكانيتا علشان يشوفوها، بس في حد بيطلع لرام ويكون مسجل صوته وهو مغيره، ويقول لها انه عارف هي مين فعلا، والاحسن ليها انها تعترف. بس كيو بتشوفه وبتصرخ، فبيطلع يجري ويسيبها. ونار بيجري وراه بس مش بيلاقي حد، بس بيلاقي المسجل مرمي على الارض، وفجاه كانوت بيظهر وما بيكونش شاف حد. وفي يوم رام بيغمى عليها، وبتكون في الحاله اللي بتدخل فيها، وبتكون بتحلم ان في حد بيطاردها ويقول لها تعترف هي مين. ونار بيكون جنبها ويحاول يهديها، بس رام في الاخر تعترف انها رودي مش رام. وهنا نار بيتنح، ولما بتصحى يقول لها انها اكيد ارتاحت بعد ما اعترفت بالحقيقه، وهي بتتصدم، ويقول لها انه عارف انها رودي، وهي بتكون مكسوفه كده علشان اهلها هم اللي قتلوا رونجا وباد. بس نار بيطمنها ويقول لها انها ملهاش ذنب، وبيكونوا كتاكيت كده، وخلاص بقى عرف انهم مش اخوات فيحبوا بعض براحتهم عادي. ونار يكون شاكك في كانوت ويوري التسجيل لمامته ويسالها لو فعلا كانوت اللي عمل كده، بس كانوت وكانيتا بيكونوا جم، وفعلا كانوت يصدمهم انه هو، ويقول انه مش ندمان لانه فاكر ان رودي كدبت وقالت انها رام علشان الفلوس. ورام ما بتكونش فاهمه اي حاجه، وكلهم بيتصدموا لما يعرفوا انها رودي. والمفاجاه ان كانيتا هي رام الحقيقيه، وكانوت هو كون قريبها. بيجي فلاش باك ان ابو كانوت هو اللي مسح سجلاتهم وغير اسمائهم علشان يحمي رام، لان من تحقيقاته عرف ان الحريقه ليها علاقه بساسيت. ومن هنا افتكر ان هو اللي قتل رونج وباد، على اساس انه كان بيحب باد بس رفضته واتجوزت رونج. ورام تساله ازاي عرف انها رودي ومن امتى، ويجي فلاش باك لما رام كانت في جلسه من جلسات التنويم المغناطيسي بتاعتها، هو كان موجود وهي بتفتكر حادثه الغرق وعرف انها رودي. ومن هنا قرر ينتقم لكانيتا علشان شايف ان كذب رودي هو السبب ان كانيتا حبت نار، وبسبب انها اكتشفت انهم اخوات عملت الحادثه واتعمت. ونار هنا فهم انهم جم الشركه علشان ينتقموا، بس مش فاهم ليه كانوت دخل نفسه في كل ده، ولا علشان يفضل جنبها وبس. بس كانوت يفاجئوا انه هو كمان ليه انتقام، ويجي فلاش باك ان في حد قتل ابوه برضه، والمفروض انه برضه ساسيت علشان ابوه كان بيحقق في حريق المزرعه. وكانوت ساعتها شاف اللي قتل ابوه هرب بعربيه الشركه. ونار يفهمهم ان اصلا في سوء تفاهم، وان رام ما عرفتش انها رودي غير بعد حادثه كانيتا، وانها عملت تحليل DNA عشان تتاكد انها رودي، وانها ما كانتش تعرف اي حاجه قبل الحادثه، وانها لما عرفت ما كانتش عارفه تقول لهم ازاي انها رودي، خصوصا ان اهلها اللي قتلوا باد ورونج. وكانيتا وكانوت بيعرفوا انهم ظلموها، ورام بتسامحهم وبتبقى عاوزه الموضوع يتقفل على كده. وكانوت يستغرب انها سامحته بسهوله كده، بس هي تقول له انها كانت خايفه بس، وان بسببه هي اعترفت ومش هتبقى عايشه في الخوف ده سنين.
سنين، ده انت طيبه جدا بقى. ونيري تكون عاوزه تبصم ساسيت على ورق بس كيرين بتمنعها، فنيري بتفضل تضرب فيها ورام بتطلع على صوتهم وبتعرف تسيطر على نيري وتطلعها بره، وتقول لكيرين انها تفضل هنا مع ساسيت وهي ترجع اوضتها، وان اكيد نيري مش هتأذيها في اوضتها. ولما بترجع اوضتها بيكون معاها سلسله كده، وخدوا الصدمه دي بقى، يطلع ان يوم قريبها اصلا وهو اللي قتل ابو كانوت لما كان بيحقق في موضوع موت رونج وباد، مش ساسيت ولا حاجه، والسلسله دي بتاعته. يوم اداها لها ويبان قد ايه كيرين دي مجنونه. يما ده انا خفت. وتكون نيري شافت كيرين وهي بتحرق تليفون جون بعد انتحارها، فخدته وبتعرف ترجع الحاجه اللي عليه، وبتلاقي فيه فيديو لكيرين وهي معاها مسدس، ونيري بتهدد كيرين بيه، فكيرين تنهار وتعترف ان اليوم اللي جون اتطردت فيه راحت لكيرين وهددتها بالفيديو ده، يا اما هتوديه للشرطه يا اما هتديها 5 مليون. فتقوم كيرين عامله ايه بقى؟ تقوم قتلاها يا جماعه. فنيري تطلب منها ايه بقى يا جماعه عشان ما تبلغش عنها؟ تقول لها تقتل روم، وبعد دمعتين تماسيح كده بتوافق في الاخر علشان ما تبعدش عن ساسيت. وبالليل يبان قد ايه هي مهووسه بساسيت من زمان، وتقول له انها حبته من زمان من قبل بات حتى، وانها مش هتخلي حد يبعدها عنه، وانه بتاعها هو لوحدها. يخرب بيتك الجنان ده. وكمان يجي فلاش باك ان هي اللي بلغت الشرطه عنه لما كان فاقد الذاكره، وهنا نيري والشرطه جم واتعرفوا عليه وخدته من باد، وبعدها بفتره راحت له بعد ما ذاكرته رجعت له علشان يشوف لها شغل عنده، ومن هنا بقى بقت المسؤوله عن البيت. لا وكمان عرضت نفسها عليه، وهو علشان عينيه يدب فيها رصاصه وافق عادي، وكانت فاكره انه بيحبها بقى واتهوست بيه اكتر، لدرجه انها لما شافته مع واحده تانية طردتها واتخانقت معاه ولا كانها مراته، وهو يصدمها بالحقيقه في وشها انه ما حبهاش ولا حاجه، دي هي اللي عرضت نفسها عليه، وانه ما حبش غير باد وبس. وفي يوم نار يلاقي نيري وقع من على السلم، وتكون في العنايه المركزه، وشكل الوقعه هتاثر عليها جامد، بس مستنيين تصحى علشان يعرفوا اثرت على ايه بالظبط. ونار بيكون زعلان جدا جدا، وطبعا هيلاقيها بقى منين؟ من حاله ابوه ولا امه. ورام بتحاول تخفف عنه، ولما بيروحوا بيسال كيرين لو كانت شافت حاجه، وكيرين تقول لهم انها كانت مع ساسيت، ونيري كان باين انها تعبانه ودايخه وطلبت منها دواء للصداع. ويا دوب كيرين راحت ترجع ساسيت الاوضه سمعت صوت نيري وهي بتصوت وواقعه من على السلم، ورام تاخد بالها ان ساسيت باصص لكيرين بكل غضب وبتحاول تفهم ماله، ويكون ساسيت بيحاول يقول لنار على حاجه بس مش عارف. ولما كيرين بتيجي نار بياخد باله ان ساسيت مش عاوز يتكلم قدامها، وهو فعلا بيفهم ومش بيقول حاجه وبيمشي، وشكله كده شك في كيرين. والمجنونه تكون مع ساسيت وتقول له انها من زمان علشان نيري ما تطردهاش لما عرفت انها بتحبه بقت جاسوسه ليها، وعلشان كده نيري كانت عارفه كل حاجه ساسيت بيعملها سواء مع نار او في الشركه. لا والمفاجاه بقى التانيه ان يوم حادثه نيري كانت كيرين بتتخانق معاها ووقعتها قدام ساسيت، واللي يا عيني كان خايف ومصدوم قوي، وتقول له المسكينه انها ما كانتش عاوزه تاذي حد بس هم اللي اجبروها. ونار ورام بيروحوا يتكلموا مع كيو بما انها قريبه باد فاكيد عارفه حاجه عن كيرين، وتقول لهم انها ما تعرفش حاجه عنها قوي غير انها صديقه باد المقربه، وتحكي لهم انها حاسه ان زمان كيرين كانت معجبه بساسيت وبيتفاجئوا بده جدا. ولما بيخرجوا نار يقول لرام ان ساسيت كان بيطلب المساعده بس ساعتها هو ما كانش فاهم من ايه، بس دلوقتي فهم ان بنسبه كبيره من كيرين. واخيرا الشرطه بتعرف تقبض على تراتيب بعد ما كان بيحاول يهرب منهم تاني، بس يسكت على كده؟ لا طبعا، ازاي؟ راح حرق الاوضه اللي فيها الادله اللي بتدينه، فبالتالي خرجوه تاني يوم. والراجل اللي شغال مع نيري ورجع لها الفيديو من على تليفون جون كلم رام وساومها على $1,000,000 علشان يقول لها مين اللي عمل كده في نيري، بس بنتنا رام نصحى وقالت لنار والشرطه، فالراجل بيخاف وبيبعت لها الفيديو اللي فعلا فيه كيرين. وكيرين بتروح المستشفى لنيري علشان تحاول تقتلها، بس يكون نار عمل لها فخ وجايب الشرطه وبيقبضوا عليها. ولما بيروحوا يفتشوا اوضتها الشرطه بتلاقي مسدس وسلسله بوزه، ورام بتعرف انها بتاعت ابو كانوت وبتتصدم جدا، وفعلا كيو بتتاكد من السلسله، وبيعرفوا كده ان مش ساسيت اللي قتل ابو كانوت، بس مش فاهمين ليه كيرين تعمل كده او ايه علاقتها بالموضوع. وكيرين بتعمل نفسها اتسممت وبتعرف تهرب من المستشفى. بصوا بقى الصدمه دي كمان، الشرطه بتقول لنار ان المسدس اللي لقوه في اوضه كيرين هو نفس المسدس اللي اتقتل بيه يوم. ونيري بتفوق وبقت زي القرده بس مش هتعرف تمشي تاني، واول ما تشوف رام في وشها بتطردها. يا شيخه تهدي بقى. ولما بترجع البيت ويواجهوها انهم عرفوا عن الفيديو تقول لهم ان كيرين اعترفت ليها انها اللي قتلت جون. ونار لما يقول لها ان كيرين هي اللي قتلت يوم وتصدمهم ان يوم اصلا قريبها وهي كمان اللي عرفتها عليه، وبتكون نيري اجرته علشان يخوف باد فتبعد عن ساسيت، وهنا قصدها على الحريقه. بس رام تقول لها ازاي اصلا وهم كانوا ماتوا من قبلها، فنيري تفهم انه خدعها علشان ياخد فلوس اكتر. ركزوا بقى كده عشان حاساكوا تهتوا مني في الحته دي. دلوقتي اهل نيري هم اللي اتفقوا مع يوم علشان يقتلهم وياخدوا هم الفلوس اللي ساسيت كان بيبعتها، ومحدش منهم كان يعرف
تعرف انهم ماتوا اصلا. حلو كده، حلو. فنيري كانت عاوزه تنتقم من باد، فكيرين رشحت لها يوم على اساس يهدد باد وكده، بس هو ضحك عليهم وقال لهم ان هو حرق المزرعه وكان فاكرها فاضيه، بس قال ايه، باد ورونج رجعوا فجاه وماتوا فيها، فعلشان كده افتكروا انهم ماتوا في الحريقه فعلا. ويوم بقى كان هيفتن على كيرين انها كانت متفقه معاه علشان يخوفوا باد، علشان كده هي قتلت يوم علشان محدش يعرف حقيقتها وانها مع نيري. فهمتوا كده صح؟ اكيد صح. المهم نرجع بقى لموضوعنا تاني، ونيري تكمل كلامها وتقول لهم ان يوم ما اشتغلش بعد الحريقه دي خالص، بس عرفت انه موت ظابط علشان كان بيدور على مين اللي حرق المزرعه وسرق السلسله بتاعته وباعها لكيرين. فنار هنا ورام يعرفوا ان ابو كانوت وعرفوا زي السلسله وصلت لكيرين، وكيرين بتشوف كيو مع رام وتعرفها على طول وتمشي وراها وتكون بتهددها بكنيتا وعايزه تعرف لو هي السبب في انهم يشكوا فيها ويعملوا فيها كده، وحرضتهم ضدها. وكنيتا ما بيهمهاش وبتفضل تستفز فيها لدرجه ان كيرين بتعورها، وقال ايه، شايفه انها ما تستاهلش انها كانت تنقذها قبل كده مرتين، وتعترف لهم ان هي اللي ضربت يوم بالنار اول مره وهي اللي قتلته تاني مره. لا ونعمل انقاذ الصراحه. وبيعرفوا يجروا منها بس هي بتمسكهم تاني وبتوقع كيو، بس كانوت بيكون جه وهي لسه هتقتل كنيتا، فكانوت بيبعتها وتيجي فيه هو، وبكل حزن بيوصيها على امه ويقول لها انه بيحبها ويموت. الحزن ده. وتكون كنيتا حزينه جدا على موته وندمانه جدا انه مات قبل ما تعترف له انها بتحبه جدا زي ما كان بيحبها. ونيري تكون في المستشفى علشان علاجها وساسيت يروح لها ويكون بقى كويس شويه وبيعرف يتكلم بس مش قوي، ويطلب منها انها تسامحه وتديله فرصه، بس فجاه يلاقوا كيرين في وشهم وبتهددهم، بس نيري يطلع معاها مسدس واذ فجاه نسمع صوت طلقتين ويكون ساسيت اتصاب في ايده بس كويس، ونيري تكون ماتت ونار بينهار عليها. الحزن ده كمان. وكنيتا وكيو بيروحوا لساسيت المستشفى وبيصلحوا سوء التفاهم اللي كان موجود، وساسيت يفضل يعتذر لها ويكونوا بقى كويسين سوا. ويكون طلع تقرير تشريح الجثه بتاع نيري وتكون ماتت من الخنق مش ضرب النار، وبعد ما ماتت اتضرب عليها نار. والحاجه التانيه ان المسدس مش عليه اي بصمات غير بتاعه نيري، فالظابط شاكك ان مش كيرين اللي عملت كده، ونار يتفاجئ جدا اللي هو لو مش كيرين يبقى مين. وترتيب بيخطفهم كلهم وعاوز نار يبيع له الشركه او هيموتهم كلهم، وفعلا نار بيجهز الورق ويمضي عليه، ويكون ترتيب بعت له الموقع، وكيرين بتكون مراقبه نار وبتمشي وراه، وفعلا نار بيوصل وبيديله الورق، بس كالعاده ترتيب بيغدر بيهم وبيكون هيقتل ساسيت، بس كيرين بتيجي وبتضرب نار عليه وعلى رجالته، وترتيب كان هيهرب بس نار بيروح وراه وبيفضلوا يضربوا في بعض علشان ورق الشركه، بس في الاخر نار بياخده وترتيب بيقع على حديده كده ويموت في ساعتها. ونار يشكرها انها جت في الوقت المناسب، وطلع كان عارف انها بتراقبه وقاصد يخليها تيجي وراه علشان تساعده. لا ده انت ذكي قوي بقى. والمجنونه تقول انها ما كانتش عاوزه حاجه غير انها تفضل جنب ساسيت وما كانتش عاوزه حاجه تانية، فنار يقول لها علشان كده قتلت شيتجان، وفعلا يجي فلاش باك ان كيرين اللي قتلت شيتجان علشان اغوت ساسيت، وتفضل تضحك زي المجنونه. ورام تقول لها انها مش فاهمه ليه قتلت جون وهي اللي مربياها، وان اكيد مش علشان بس هددتها. ويجي فلاش باك ان جون برضو حاولت تغوي ساسيت، فمين اللي شافها؟ كيرين، ففضلت تضرب فيها وطردتها، وساسيت بيتخانق معاها جامد علشان بتتدخل في اللي ما يخصهاش. وتاني يوم بتتعامل معاه عادي وبتديله ادويته، وبعدها بيتعب جدا، واتاري هي اللي اديته دواء غلط واللي علله ضغطه جدا فعمل له سكته دماغيه وبقى في الحاله دي بسببها. يخرب بيتك يا شيخه. فكنيتا هنا بتتعصب جدا وتقول لها قد ايه هي مجنونه وانانيه وما بتعرفش تحب حد غير نفسها. فكيرين تصدمنا انها كانت بتحب رونج وانه كان حبها الاول، بس هو كان بيحب باد، وعلشان صداقتهم قررت تتخطاه، بس كان صعب عليها لحد ما قابلت ساسيت وحبته، بس برضه لتاني مره هو حب باد بدلها. ونار يعرف يضربها ويرمي المسدس بعيد، بس المجنونه زي القطط ب7 ارواح وبتعرف تطعنه في رجله بسكينتها، ولسه هتقتل كنيتا. رام بتمنعها، فكيرين قال ايه بتطمنها انها مش هتقتلها علشان خاطر باد، فرام تقول لها ان كنيتا هي رام الحقيقيه وانها رودي مش رام. وهنا كيرين بتتنح ومش فاهمه حاجه، فالمجنونه تعمل ايه؟ بتكون عاوزه تقتل رام علشان شايفه انها السبب في بوظان حياتها، لانها رفضت طلب نيري انها تقتلها علشان خاطر انها بنت باد. فكنيتا تستفزها الناس زي مش بتلوم نفسها على اي حاجه وعماله تلوم الناس بس، فكيرين بتستفز جدا وكانت راح تطعنها، بس النار بيقف لها وبيحاول يمنعها. خدوا بقى الصدمه دي ان ساسيت طلع خف ويقوم يضربها ونار يفضل متنح. وطلعت رام عارفه انه خف بقاله فتره وكانت هتقول لنار، بس كانت شايفه انه اكيد ليه اسبابه انه ما يقول لهمش. وكنيتا تساله من امتى وهو بيدعي المرض، بس يطلع انه فعلا كان مريض، بس جون اللي خمنت ان كيرين اللي عملت كده فيه، وبما انها ممرضه فساعدته، ما بقتش بتديله الادويه اللي كيرين بتديها له وبقت تساعده لحد ما خف فعلا. ورام مش فاهمه طالما خف بقاله فتره ما قالش من زمان ليه علشان يساعدوا بعض ويوقعوا كيرين. فالنار هنا يصدمهم انه ما كانش لسه حقق اللي عاوزه. ويجي فلاش باك ان يوم موت نيري فضلت تهين ساسيت وتعايره بكل حاجه، فخدوا بقى الصدمه رقم 200
دراميه في المسلسل ده، ساسيت بيقف على رجله، ومش بس كده، ده هو اللي بيموتها وبيضرب نار عليها وعليه علشان يلبسها لكيرين. وكل ده ليه؟ علشان يحمي شركته، لان لما نير تموت الورث كله هيروح لنار فهيرتاح من مشاكلها. وكانيتا تقول له ان بسببه كانوت مات، وانه لو كان اعترف من بدري على كيرين واتحبست ما كانش كانوت هيموت. وتساله لو عمره حب حد بجد غير نفسه وشركته، فساسيت يقول لها انه بيحبهم وحب امها باد. فكيرين المجنونه تكون فكت نفسها، بس طبعا ما تقدرش تطعن ساسيت فتطعن نار عادي. يا حبيبي يا ابني متمرمط معانا من اول المسلسل والله يا جماعه. ولسه هتقتل كانيتا، ساسيت بيخنقها فهتموت لوحدها وتسيبه. لا طبعا، ازاي؟ راحت طعنها علشان يروح معاها، وفعلا الاتنين في الاخر بيموتوا سوا. والشرطه بتيجي في الاخر، ده انتوا بطاء جدا. والمحامي بتاع ساسيت يقول لكانيتا ان ساسيت كتب تقرير انه يتبرع لها بقرنيته من اقل من شهر. وكانيتا تتفاجئ ازاي عرف من شهر انه هيموت. فالمحامي يفاجئها انه ما كانش يعرف، هو كان ناوي يديلها القرنيه كده كده حتى وهو عايش. وكانيتا بتتاثر قوي وبتفضل تعيط، وشكلها كده سامحته. ويكون نار بقى كويس خلاص وزي الفل، وبيكون طبعا زعلان جدا على اللي حصل، بس رام بتفضل جنبه ومش بتسيبه. وكانيتا بتعمل فعلا العمليه بس ما بتكونش شايفه حاجه برضه، بس يا جماعه بتطلع عامله مقلب فيهم وبقت تشوف عادي، وبيفرحوا جدا كلهم. ونار ورام بقوا سوا خلاص وبيخططوا لفرحهم بعد ما كيرين خلصت على كل المسلسل ما شاء الله. وبس كده دي تكون نهايه مسلسلنا النهارده. واحب بقى بجد اعرف رايكم في الكومنتات، خصوصا ان كان في صدمات كتير قوي، وايه اكتر حاجه كنتوا مش متوقعينها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وقولوا لي عايزين مسلسلات ايه تانية في الكومنتات.